عارف ايه اضعف نقطة عند المديرين؟ هي الاستماع. يعني لو حضرتك في ميتنج في وسط الفريق بتاعك وبعدين بتسأل سؤال مثلا: ها يا جماعة، ايه الاقتراحات اللي عندكم؟ انتوا اخباركم ايه؟ هل في حاجة مضايقاكم؟ ولقيت ان رد الفعل كان السكوت، او ان محدش بيرد الرد اللي انت محتاجه، فانت شايف ان مفيش حماس في الفريق. فده ممكن يكون لان هم بيوصل لهم انك بتسمعهم بودانك مش بقلبك. وقبل بس ما تتنمر عليا وتقولي انت جايه من المدينه الفاضله وهو المدير هيعمل كل حاجه والكلام اللي انا بسمعه من المديرين ده، انا جايه بقولك على مهاره سحريه بسيطه جدا سهله جدا. لو انت قدرت اللي انت تحققها مع الفريق بتاعك هتلاقي استجابه مختلفه. لكن لو انت مدير كفاءه ومية مية والستاف بتاعك بيسمعك ومش بتواجه المشكله دي فانت زي الفل. ولكن لو النتيجة اللي انت بتقابلها من التيم بتاعك ان هو مش متجاوب معاك في الكلام، فتعالي لي كده يا مدير لما اقولك ان في نوعين من الاستماع، وانت غالبا لو بتواجه المشكلة دي فبنسبة 90% ما عندكش مهارة الاكتيف listening، الاستماع النشط. وده معناه ان في passive listening اللي هو الاستماع التقني. يعني انا دلوقتي موظف طالع لي وبيتكلم معايا وبيقول لي: دكتورة، أنا مش مرتاح في جدول المهام ده، أنا حاسس بضغط وحاسس إن أنا مش عارف أشتغل براحتي أو بنفسية كويسة. لو أنا باسيف listening هقوله: إحنا كلنا مضغوطين، حاول كده تيجي على نفسك شوية، أو حاول تشتغل الأسبوع ده بالجدول ده وربنا يحلها بعدين. ده كده باسيف. الموظف هنا وقتها أنت بتكسر عنده الثقة اللي بينك وبينه، وبتكسر الانتماء، وبتكسر كمان ان هو يرجع لك تاني ويتكلم معاك. فلو انت مشيت في الاتجاه ده ما تتفاجئش لما تلاقي الموظف ده رايح يكلم المدير اللي فوقيك او رايح يتكلم مع ادارة تانية وانت ما بقاش بيتكلم معاك. وهو ده نفس الموظف اللي لما هتيجي تسأله في الميتنج عن آرائه او مقترحاته هتلاقيه يا ساكت او بيتكلم كلام عكسك، بقى في ندية بينك وبينه، مع ان هو الموقف سهل وبسيط جدا، بس هو حس منك في الوقت ده انك بتسمعه بودانك مش بقلبك. طيب الاكتيف listening بقى اللي هو انت بتسمعه بقلبك هيكون ردك ايه؟ هيكون ردك: انا حاسس ان الموضوع ده ضاغط عليك، انا حاسس ان انت متضايق من الموضوع ده، طب تعالى كده نقعد مع بعض وخلينا نشوف نحاول نحلها ازاي، او سيب لي الموضوع ده انا هحاول اظبطه وهرجع لك بالحل. انت هنا بنيت عند الموظف اللي انا سامع ما وراء الكلام، انا فاهمك وحاسس بالمشاعر اللي انت بتمر بيها وهحلها لك. ولازم تكمل بقى، ادام وعدته انك هترجع له بحل لازم ترجع له بحل. فهتعمل ايه في الميتنج الجاي ان شاء الله؟ سواء انت قدرت تحلها او لا، لازم تنوه له اللي انت فاكر الموضوع. فهتقول: على فكرة انا مش ناسيك، انا عارف ان انت مضغوط من الجدول، بس انا منتظر اقرب فرصة واحاول احلها، او انا بتناقش مع الاداره ان هم يوفروا لي فرد جديد، او انا هحاول اشوف بقيه زمان، ايا كان، بس لازم تقول له: انا شايفك، انا سامعك، انا حاسس بيك. انت كده بتكون بتبني الثقه والانتماء مع الموظف بتاعك. وده مش كلامي، وان كنت انا لمسته وشفته من واقع خبرتي، ان كل ما بحسس الموظف اللي انا شايفاك وسامعاك وحاسه انت حاسس بايه، كل ما ببني الثقه فعلا بيني وبينه. ولكن ده كلام علماء النفس التنظيمي، هم اللي قالوا ان الاستماع النشط هو اقوى ادوات التأثير الانساني. ليه؟ لانه بيبني الثقة والانتماء. وهقول لك كمان على دراسة من جامعة هارفارد بيزنس ريفيو بتقول لك ان هو لما عملوا دراسة على 349 قائد على الفريق بتاعهم، ومش عارفة الحقيقة ليه 349، ليه ما قفلهمش 350 يعني، ما علينا. المهم لما جابوا الفريق بتاع ال 349 قائد دول وبدأوا يسألوهم: انتوا اخباركم ايه مع القائد بتاعكم، او انتوا لو في حاجة واحدة محتاجين ان انتوا تغيروها او تطوروها في المدير بتاعكم ده هتكون ايه؟ فلقوا ان 78% من الموظفين بيتمنوا ان القائد بتاعهم او مديرهم يسمعهم بس، و58% منهم قالوا ان احنا بطلنا نتكلم او بطلنا نرد لما المدير بيسألنا علشان احنا ما بنلاقيش رد فعل حقيقي. ليه؟ لان المديرين بتقع في حاجة: اللي انا بسمعك علشان بس ارد عليك، او انا بسمعك علشان ابان ان انا متفتح ولكن انا مش مهتم بجد، او انا بسمع كلامك ولكن انا بتجاهل المشاعر اللي ورا الكلام، سواء بقى عن قصد او غير قصد. وكل ده بيوصل للموظف، هو الموظف انسان عادي جدا بشري، عنده مشاعر، عنده سنسورز، عنده مستقبلات كده، بيبدأ يشوف هو اللي قدامه ده مهتم فعلا ولا لا.
بيسمعوا فعلا ولا لا. فلو انت بتسمع الموظف بتاعك من ال3 أبواب دول، فاعرف يا مدير اللي انت كده بتكسر المصداقية بتاعتك ما بينك وما بين الموظف، ومع الوقت ده بيخلي الفريق بتاعك يتراجع ويسكت. طب ايه الحل العملي اللي انت المفروض تاخده من النهارده؟ في 3 خطوات المفروض تقوم بيهم. اول حاجه، وانت في الميتنج لازم يكون معاك نوت بوك وقلم. انا مش عارفه ازاي مدير يكون في ميتنج وما بيسجلش. الموضوع ده ليه تأثير ساحر، لأنه بيوصل مسج للتيم بتاعك اللي أنا مهتم فعلا، أنا بسجل وراك أهو، أنا لازم أبقى حاضر في الميتنج وأنا بكتب وراهم. أنت قلت كومنت، أنا كتبتها وراك. أنت متخيل إن مجرد الحركة البسيطة دي خلقت عند الموظف ده اللي إيه ده، أنا مهم والمدير بيكتب ورايا؟ هي الإدارة كلها حاجات بسيطة ولكن تأثيرها كبير، لكن أنت اللي ما كنتش تعرفها. تاني حاجة، لازم ترجع لهم بكلامهم. بمعنى موظف طلب منك حاجة، انت لازم ترجع له برد. انا عاوز اقولك ان الموظف هو موقف حياته على ان حضرتك تروح تشوف له الموضوع اللي هو طلبه منك وترجع له تاني. انت دي حاجة في وسط بحر من اللي انت مشغول بيه، لكن هو بالنسبة له ده كل حاجة، فهو مستنيك، فلازم ترجع له حتى لو بالكلام. بمعنى انا مش ناسيك، انا فاكر اللي انت قلتهولي، واول ما هوصل فيه الحل هرجع لك على طول. وحاول على قد ما تقدر يبقى فيه اي خطوه عمليه او اي حل فعلا ترجع له بيه. تالت حاجه، حاول تسال اسئله استكشافيه مش اسئله دفاعيه. يعني انت ليه بتقول كده؟ طب هو انت ايه اللي وصل الموضوع للكلام ده؟ حاول تفهم منه بالظبط هو انت حاسس بايه، او الموضوع ده مسبب لك ضغط في ايه، او انت شايف نحلها ازاي. فيبقى في ديسكشن كده رايحه وجايه، وانت تقدر تطلع منه كمان هو فعلا ايه اللي ضاغط عليه. ممكن تكون حاجه تانية خالص، بس انت كده بتفتح المجال اللي انت تتكلم معاه، وده انت كده بتبني ما بينك وما بين الموظف بتاعك جسر متين مبني على الاهتمام والتقدير والمشاعر المتزنه، اللي هتخلق عند موظفك ده ثقه وانتماء واحترام ليك. وده هيسهل عليك بعد كده مرحلتك وانت مدير، لما تيجي تطلب طلبات انها تتنفذ بسرعة، ولما تيجي تقترح حاجة يتوافق عليها. فمن النهاردة انت لازم تكون مستمع جيد، اسمع علشان تبني جسر بينك وبينهم، مش علشان تسد فجوة او ترد اي رد وخلاص.